بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا الأسبوعي المتجدد علامات الساعة من منظور عصري واقعي، في هذه الحلقة سنتكلم عن المساجد، عن بيوت الله، أعظم الأماكن على وجه الأرض، فأفضل البيوت بيوت الله عز وجل، وشرها الأسواق على وجه هذه الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المساجد في آخر الزمان، عن كثرتها، عن زخرفتها، عن تدافع الناس على الإمامة فلا يجدون من يؤمهم، عن عدم وجود مؤذنين يقومون بهذا الجهد، عدم الخشوع في الصلاة. هذه أمور سنتكلم عنها، بالإضافة إلى محاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ظهرت عندنا طائفة القرآنيين التي سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة والأخوات، نتلقى اتصالاتكم ومداخلاتكم على هاتف البرنامج، فحياكم الله. أول ما نبدأ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن زخرفة المساجد، تطويل المنابر، أن تكون المساجد تعتبر تحفة من التحف. وكان هذا أول ما حصل بزمن عبد الملك بن مروان، عندما بدأ بقبة الصخرة التي طلاها بالذهب، وهي آية من آيات الجمال. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة جدا عن هذه الزخرفة. أحد الحكام العرب قام ببناء مسجد في البحر، وهذا المسجد فرض على الشعب ضريبة من أجل بناء هذا المسجد الذي كلف مبلغ هائل جدا. هذا المسجد الذي لا يفتح إلا بالمناسبات، هذا المسجد الذي لا يصلى فيه إلا قليلا. دعونا نذكر بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. عندنا مساجد، بعض المساجد كلف 12 مليون دينار. 12 مليون دينار، أي باستطاعتنا أن نخرج آلاف مؤلفة من طلبة العلم الشرعي. هذا المسجد الذي كلف هذا المبلغ الهائل جدا، باستطاعتنا أن ننشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، حتى يقال أن فلان مسجد فلان، المسجد الذي بنى فلان كلف كذا وكذا. احنا مطلوب مننا أن تكون المساجد عندنا كمسلمين قمة في النظافة، في الترتيب، في الراحة النفسية، لكن أن يكون الهدف ابتداء الزخرفة، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى حديث آخر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم. لاحظ على تحلية المصاحف، وغالب بيوتنا الآن مصحف محلى، موضوع بصندوق خشب، بصندوق تحفة صدف. الآن هذا موضوع على الطاولة، لكنه لا يقرأ فيه مطلقا. نادر أن يفتح هذا القرآن، أن تعلو الغبار هذا المصحف اللي حليناه بالذهب. بعض المصاحف تكتب بماء الذهب، بعض الآيات القرآنية تكتب بماء الذهب والفضة. فالدمار عليكم، لأننا تخلينا عن الهدف من قراءة القرآن إلى مناظر خارجية لا تؤثر لا تقدم. اسمعوا إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتزخرفنها، أي نزخرف المساجد، كما زخرفت اليهود والنصارى. أنا أذكر إحدى الكنائس في مدينة ميلانو في إيطاليا. هذه الكنيسة وضع تمثال للمسيح عليه الصلاة والسلام في أقدم كنيسة في إيطاليا. التمثال من الذهب الخالص، وزنه بمئات الكيلوغرامات من الذهب. فجاءت عصابة من المافيا بطائرة هليكوبتر
بحجة إصلاحه، وإذا بهم يقتلعون التمثال المكون من الذهب، تمثال، تزويق، تصوير، إلى غير ذلك من الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا زوقتم مساجدكم تزويق وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، من اقتراب الساعة وحليتم المصاحف وصورت المساجد وطولت المنابر، منبر طويل جدا 10 درجات 15 درجة إلى غير ذلك من الأمور. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وتزخرف المحارب. انظروا الآن إلى محارب المساجد، هي عبارة عن لوحة فنية، لوحة رائعة جدا. يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وهنا المصيبة، نتباهى نبني مسجد بيكلف 1,000,000 ولا 2,000,000 ولا 10 ملايين، لكن كم عدد نسبة المصلين في صلاة الفجر؟ لو سوينا دراسة الآن في صلاة الفجر، كم نسبة رواد الفجر في مجتمعاتنا؟ إذن هذه المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعني عمارة المسجد، العمارة سواء كانت العمارة المادية كما ذكر القرآن: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة المادية تبنى المساجد، ونحن بحاجة إلى عمارة معنوية، العبادة، عبادة الله، السجود في المساجد، أن تتحول المساجد إلى حلقات علم، أن تتحول المساجد إلى بؤر إصلاح، بؤر خير. وهذا كان فيما مضى. نعم، كانت مساجدنا عبارة عن بؤر إصلاح، حل المشاكل في المسجد، أي قضية من القضايا في المسجد، الرايات كانت تنطلق من المسجد، الجيوش كانت تنطلق من المسجد. اليوم عندنا الصورة اختلفت بسبب الآن الضغط الاستعماري الصليبي على الأمة. المسجد تلقائيا بعد الأذان مباشرة بعد الصلاة يغلق، فلا يفتح. لو أن شخصا جاء متأخر في بعض المساجد لا يجد مكانا يصلي فيه، وهذا هو خراب المساجد المخطط له عن بترصد، سابق ترصد وإلى غير ذلك من الأمور. لاحظ حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أقوام يزخرفون مساجدهم ويخربون قلوبهم. إذن المسجد مزخرف لكن القلب ميت، خراب، مصيبة، قاسي، حجر. هذه القلوب يتقي أحدهم على ثوبه ما لا يتقي على دينه. يعني بمعنى بدير باله على بدلته، على جرافته، على ثوبه، يعني حتى ما يصيبها أي نوع من أنواع الأوساخ. يهتم بثوبه، بسيارته، بلباسه أكثر من اهتمامه بدينه. الدين ثانوي، اللباس أولا، البدلة أولا، العباء أولا، إلى غير ذلك من الأمور، السيارة أولا. يتقي على ثوبه ما لا يتقي على دين. لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه، مستعد أن يتنازل عن كل قيمة من القيم، باستطاعته أن يتنازل عن دينه من أجل الدنيا، باستطاعته أن يتحول من مسلم إلى مسلم منحرف. وفي بعض قد يكفر ويخرج من الإسلام من أجل الدنيا، ما كان له من أمر دينه. الدين مش مهم، الدين عنده شيء أخير. لاحظ في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ساء عمل الأمة زينوا مساجدهم. إذا ساء العمل، نبدأ الآن ما في عندنا، وهذا ما كان، هذا ما حصل في الأندلس التي حكمها المسلمون 800 عام. عندما تركنا بدأنا نركز على العمارة الإسلامية داخل الأندلس من قلاع، من قصور، من مساجد، خربت القلوب، خربت البلاد، دمروا الدين والمساجد. تحولت المساجد إلى كنائس عندهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أراكم ستشرفون مساجدكم. التشريف قمة الزخرفة، كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. اليهود والنصارى ما بيدخلوا الكنائس إلا وبيعهم إلا يوم الأحد أو يوم السبت. أما نحن كمسلمين عندنا صلواتنا الخمس في المسجد،
ولذلك الله عز وجل هو اعتبر رخصة للصلاة في البيوت للنساء. فالرجل الأصل أن يكون قلبه معلق ببيوت الله، بالمساجد، صلاتنا في المسجد، دعاؤنا في المسجد، علمنا في المسجد، وإلى غير ذلك من الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يا ابن مسعود، إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف المحاريب وأن تخرب القلوب. القلوب بتموت موت القلوب. يأتي على الناس زمان، لاحظ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علماؤهم فتنة. علماء السلطان المقصود هنا، أما عندنا إحنا آلاف العلماء الصالحين الذين لا يظهرون، الذين لا يعرفهم قسم كبير من الناس. عندنا آلاف مؤلفة من العلماء الربانيين، العلماء الصالحين العاملين المجاهدين بعلمهم بدينهم بكل ما يملكون، لكن علماؤهم فتنة. هذه بتنطبق على تعيين السلطان. الآن إذا أعطيته شيء من الدنيا رضي، إن لم تعطه شيء من الدنيا سخط. عنده استعداد أن يعمل ما يشاء. وسنتكلم عن الذين حاربوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إلى العلم. كم من عالم في الظاهر عالم دنيوي الآن عنده انحراف كبير جدا لا يعلمه إلا الله. الفتوى جاهزة كما حصل في مصر الآن وفي جزيرة العرب وفي غيرها من الدول. هنالك كثير من العلماء فتنة، حقيقة هم فتنة، لأنهم لا يتقون الله في الفتوى، لا يتقون الله في المسلك، لا يتقون الله في حياتهم. وحكماؤها فتنة، حتى الحكيم فتنة. تكثر المساجد، تكثر المساجد ما شاء الله. عندنا بمصر 130,000 مسجد، عندنا في الأردن 7,000 مسجد غير التي يقام بناءها الآن جديد. كثرة المساجد، مساجد عدد هائل جدا. فذكر النبي تكثر المساجد والقراء. وكما ذكرنا في حديث سابق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان: أبث العلم حتى يعلمه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، الرجل والمرأة، الكل يتعلم الآن. القراء من سن 3 سنوات ونصف إلى ما شاء الله عز وجل. هذه الدول بشكل عام، رغم أن هنالك بعض الدول التي حكمت بالحديد والنار جهل. في مصر عندنا معدل 40% أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. في سوريا بعض المناطق 80% نسبة الأمية بين الرجال وبين النساء. لا يجدون عالما إلا الرجل بعد الرجل، بموت العلماء، بقبض العلماء الصالحين، فلا يبقى إلا عدد قليل، إلا عدد قليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشراط الساعة: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تكنف المساجد. الكنيف الحمامات. هاي المساجد الآن ما شاء الله الحمامات موجودة، المياه متوفرة فيها، المجاري موجودة فيها. وأن تعلو المنابر، ورواية وطولت المنابر ورفعت كلها روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر حتى في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: للساعة أشراط. أشراط. قيل: وما أشراطها؟ قال: علو أهل الفسق في المساجد. بدخل المسجد الآن بيعبي المسجد الصياح، فاسق، ما عندوش أدب أنه داخل المسجد، ما عندوش أدب أنه المساجد بيوت الله عز وجل، ما عندوش الآن أدب أنه المسجد له هيبة واحترام. هذا كله إنما علو هم أصحاب القرار في المساجد. يغلقه متى شاء، يفتحه متى شاء، يسمح لمن يشاء ويمنع من يشاء، إلى غير ذلك من الأمور. لذلك هذه عندنا مساجد كثيرة جدا. ولذلك الحمد لله رب العالمين مساجد كثيرة جدا. تم تدمير عدد منها لا بأس به. في غزة أكثر من 60 مسجد، في سوريا المساجد تقصف، في العراق تدمر المساجد متعمدين. لكن الحمد لله ستبقى منارات علم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم رفض الإمامة بالناس، قلة الأئمة، قلة المؤذنين، مساجد
لا تجد من يؤم، مساجد لا تجد من يلقي خطبة الجمعة فيها، مساجد في دول كثيرة جدا تئن إلى الله عز وجل، مساجد تقوم على أهل الخير متطوع في الإمامة، إن وجدنا من يتطوع للإمامة للصلاة بالناس لإلقاء خطبة الجمعة. وسنتكلم الآن إحصائيات مرعبة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتدافع، يعني كل واحد يدفع الآخر، قدم لا قدم أنت، اتفضل إن فينا لا أنت. ولذلك في قسم صار يتأخر ما يرضاش يجي على المسجد إلا بعد إقامة الصلاة لئلا يحرج في الإمامة. مش حافظ قرآن، مش حافظ الآن، غير ليس مؤهلا للإمامة، أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم، فلا يجدون إماما يصلي بهم، ما فيش إمام. وبعض الناس يوم الجمعة إذا تأخر الإمام الخطيب الجمعة وكان واحد يعني عنده شيء من العلم الشرعي بدوش يخطب، على طول بيحمل حاله بظل طالع لمسجد آخر، يدور على مسجد آخر في خطيب لئلا يحرج، حتى لا يقال له تفضل ألقي علينا خطبة الجمعة، اتفضل ام فينا، وإلى غير ذلك من الأمور. لاحظ حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يقومون ساعة، يقومون ساعة يعني بنتظر واقفين، أقيمت الصلاة، دور على إمام ليقوم بعملية الإمام فلا يجد، لا يجدون إماما يصلي بهم. والله لقد شاهدنا هذا في مساجد، أن المساجد الآن ينتظروا من يؤم بهم فلا يجدون الإمام. وهذا سياسات الإنجليز، هذه سياسات الفرنسيين، هذه سياسات الجواسيس الذين عاشوا بيننا، الذين أعطوا تعليمات كيف تتم عملية محاربة الإسلام والمسلمين. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أو في شرار الخلق أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. هذه مصيبة من المصائب، جريمة من الجرائم ألا نجد من يؤم في المسجد. من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون من يصلي بهم. أيها الإخوة والأخوات، خلينا الآن نضرب من واقعنا الذي نعيش فيه. إمام المسجد ركز عليه تلاميذ كلوب، أن يكون إمام المسجد شحاد، أن يعيش إمام المسجد على الصدقات. عملية الآن الشحن لإبعاد أبنائنا عن إمامة المساجد، إنه إمام المسجد ما بيروح يصير إمام مسجد إلا الإنسان الذي لا يجد عمل، أو الإنسان المعوق، أو إلى غير ذلك من الأمور. تركيا الآن بزمن حزب العدالة والتنمية بدهم يعيدوا للأمة شأنها، لأنه هذا الإمام اسمه إمام القائد، الإمام الذي يجب علينا أن نحترمه، إمام المسجد الذي يجب علينا أن نضعه على رؤوسنا، الإمام اللي هو الموجه للأمة، هذا الإمام اللي بده يكون الآن يعيش في عزة، في رفاهية. في تركيا يعطون إمام المسجد 3000 ليرة تركية، يعني 1500 دينار أردني، قريب 2100 دولار إمام المسجد، لأنه هذا الإمام هو الموجه، الإمام الذي يعمل عمل متواصل من قبل الفجر إلى ما بعد العشاء، الإمام اللي كل مشاكل الناس عنده بده يحلها، الإمام الذي يقوم بعملية الإصلاح، الإمام الكريم الذي يريد أن يطعم وأن يسقي الناس، الإمام الذي يدفع عند محاولة إصلاح بين الناس يدفع من جيبه. هذا الإمام يجب أن نعيد له هيبته، ونقول أمد الله في عمر وزير الأوقاف الأردني اللي ما زال حي، الدكتور إسحاق الفرحان. لما استلم وزارة الأوقاف بالسبعينات كان الإمام راتبه متدني جدا، العامل النظافة راتبه أكثر من إمام المسجد، فجزاه الله خيرا، رفع راتب الإمام بتلك الأيام إلى 36 دينار، من 4 دنانير أو من 6 دنانير إلى 36، وقال هذا الإمام هو القائد، 36 دينار في تلك الأيام
بتعادل أكثر من 400 دينار في وقتنا الحاضر. قال لك هذا الإمام يجب أن نحترمه وأن نقدره وأن نجله. الإمام لا يجوز أن يعيش على الصدقات. الإمام إذا كان معه يكون صاحب كلمة وجرأة، وهذا ما حصل عندنا هنالك. سويت دراسات أيها الأخوة والأخوات. طبعا قسم كبير من شبابنا يعرض عن الإمامة في المسجد لطول المدة الزمنية. الإمام من الفجر بده يصلي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يعني عمله كامل. لذلك بعض الدول، الإمارات 96% من سبب عدم إقبال الإماراتيين على إمامة المسجد بسبب تدني الأجور. حتى الدول اللي تملك مليارات راتب الإمام قليل. تعليمات كلوب، تعليمات زويمر، تعليمات كوهين، تعليمات السفارات الأجنبية في بلاد المسلمين، هذا شيء واضح مية. ولذلك أيها الأخوة والأخوات، عندنا في الأردن رفعوا معدل الشريعة بالجامعات الأهلية والحكومية إلى 70. كل التخصصات في الجامعات الأردنية الأهلية كانوا وأنا مدرس في جامعة كانوا يقبلوا معدل 50 و55 و60، والآن يقبل معدل 60 إلا الشريعة 70. أذكر ذهبت إلى أحد المسؤولين أصحاب القرار، طب ليش الشريعة بالذات؟ طبعا هم دبلوماسيين بيحاول، قال لك احنا بدنا شأن كفاءات. طب واحنا ما احنا بحاجة إلى كفاءة في الكيمياء والفيزياء والعربي؟ ما احنا بحاجة إلى كفاءة بالرياضيات والأحياء؟ آخر شيء بعد أن ضغطت على هذا المسؤول بالحرف الواحد بيقول الأمر من فوق مش بيدي، أنا مش صاحب قرار. يعني بمعنى من السفارة الأمريكية. السفارة الأمريكية لا تريد لكليات الشريعة في الأردن أن تخرج أئمة. الآن كثير من السفارات الأجنبية التي تتحكم في مصائرنا لا يريد أن يكون عندنا أئمة للمساجد. ولذلك في الأردن 5000 مسجد بلا موظف، كما صرح أحد وزراء الأوقاف عندنا في الأردن، وهي عندي إحصائيات قديمة حتى في الأردن. عندنا 7000 مسجد، 2700 مسجد بدون إمام مطلقا. عندنا 519 إمام على حساب صندوق الدعوة 180 دينار، وعامل النظافة بأخذ 200 و300 دينار. عامل النظافة إمام المسجد بيعطوه 500، قديش بيعطوه؟ 180 دينار. والله عار أن نعطي إمام المسجد المتفرغ 180 دينار، هذا على حساب صندوق الدعوة. وكان أول ما وجد 50 دينار وردوا رفعوها ل 80 دينار ولا 120 دينار والآن 180 دينار. هذه تعتبر مصيبة، وأنا أعتقد أنها تآمر على بيوت الله عز وجل، تآمر على مساجدنا. حتى بقول لك أنا أروح أشتغل ب 180 دينار، لا، أنا بروح الآن أصير بياع. أنا باستطاعتي أن أنتج كل شهر 500 دينار. مصيبة من المصائب. 2703 مساجد بحاجة إلى مؤذن، ما فيش عندنا مؤذن. أهل الخير هم اللي بيقوموا بالأذان، أهل المروءة والشهامة يقومون بهذا العمل. الدكتور عبد السلام العبادي كان وزير أوقاف، وهذا زمان قبل سنوات، بيقول 5378 مسجد عندنا في الأردن. عدد الآئمة 2675 فقط، والباقي مساجد بدون إمام وبدون أئمة. رواتب موظفي الأوقاف هذه تعتبر كانت قليلة جدا. ولذلك مثل ما نعطي الآن كثير من الموظفين، الأصل أن نعامل إمام المسجد كما نعامل البقية. كما أن الموظفين في دوائر الدولة لهم حوافز، أنا بركز على الحوافز. الآن يجب أن نعطي أئمة المساجد حوافز. الإمام المتفرغ 24 ساعة، هذا بحاجة إلى شيء من الدعم. إغلاق كليات الشريعة. الآن عندنا تم في الأردن إغلاق مجموعة من كليات الشريعة. نعم. أيها الإخوة والأخوات، إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك.
أيها الأخوة والأخوات، نعود إلى أن من علامات الساعة قلة أئمة المساجد. لو أخذنا بعض الإحصائيات، الإمارات العربية 2393 مسجد في إمام، منهم فقط 121 من الإمارات والباقي من خارج الإمارات. السبب طول الوقت قلة الرواتب، وإحنا بنركز على قلة الرواتب، إلها دور كبير جدا، وهذا أسلوب من أساليب تجفيف منابع الدين. رفع معدل الشريعة إلى 70، هذا وسيلة من وسائل تجفيف منابع الدين. إغلاق كليات الشريعة، لقد تم إغلاق مجموعة من كليات الشريعة في الأردن في أكثر من جامعة أردنية، ولذلك بتخطيط حتى ما نخرجش أئمة مساجد. هذا يعتبر نفس الطريقة من الأمور التي تؤدي إلى هذا الشيء. مثلا في مصر أيها الإخوة والأخوات، عدد الآئمة في مصر 55 ألف إمام. عدد المساجد اللي موجودة في مصر 103 ألف، يعني بمعنى عندنا 50% من مساجد مصر بلا أئمة. السبب راتب إمام المسجد 750 جنيه، 750 جنيه. أجرة الشقة 1000 جنيه، 1000 جنيه. يعني لو الإمام بده يستأجر شقة، بده يتزوج، بده يبني، بده الآن يعيش، الآن راتبه كامل لا يدفع أجرة الشقة في مصر. وهذا أدى إلى أن يكون الإمام يشتغل الآن، اضطر الآن بده يشتغل في خضار، بده يشتغل يسوق على سيارة، بده يشتغل بأي نوع من الأنواع من أجل أن يكتفي بالأساسيات. وهذا حقيقة كانت مخطط قديم لإظهار عالم الدين، إمام المسجد، بمظهر غير لائق من حيث الثوب، الهندام، ما يجد الشيء. الآن تصور الآن بإم فينا يلقي خطبة الجمعة بعد شوي وإذا هو بياع. هذا مخطط من المخططات. نلاحظ الآن في عندنا المغرب راتبه تقريبا 1000 درهم راتب الإمام، ولذلك بيعلقوا في المغرب أنه ثمن تذكرة الرقاصة اللي بده يفوت إلى حفل راقص 1000 درهم. يعني حفلة الرقص 1000 وراتب الإمام 1000 درهم. شوف الآن التناقض كيف الآن اللي موجود. طبعا الرقاصات بمجتمعاتنا بيضع عند دساتير، الرقاصات هن اللي بحكمن وبرسمن في عالمنا العربي. في الكويت 1300 مسجد في الكويت، 60 إمام كويتي فقط والبقية من خارج الكويت. إذا أنا بعتبر أنه هذه مصيبة من المصائب التي حلت بالأمة. هذا مخطط. ولو رجعنا إلى مذكرات الجواسيس الذين عاشوا في بلادنا لوجدناهم قد قدموا توصيات بمحاربة بيوت الله عز وجل، محاربتها من حيث خطب الجمعة، محاربتها من حيث عدم وجود أئمة، محاربتها في وضع الإنسان غير المناسب في المكان في بيوت الله عز وجل. هذه كلها مصائب، وراح نتكلم الآن بعد شوي عن اللي هو خطب الجمعة. من علامات الساعة أيها الأخوة والأخوات أن يترك الأذان على الضعفاء. المؤذن اللي بيأذن ضعيف، المؤذن اللي بده يؤذن مش ملاقي له شغلة، المؤذن تجده قد يكون في عاهة من العاهات. هذا مرت فترات سابقة، الآن الوضع اختلف الحمد لله. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اغفر للمؤذنين مرتين، اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين. أذان كلام الله. يا النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب أحد الصحابة: إذا كنت في غنمك أو في باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه ما يسمع صوتك من حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا وشهد لك يوم القيامة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لما بعد ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين المرة الأولى والثانية، فقلت: يا رسول الله تركتنا، هذا سيدنا عمر بن الخطاب يتكلم، تركتنا ونحن نختلف على الأذان بالسيوف. يعني كل واحد بده يحمل سيفه، أنا اللي بدي أذن، الأذان علي، لا الأذان علي، يعني صار خلاف على الأذان. قال: كلا يا عمر، كلا يا عمر، إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم. من هو اللي بده يؤذن؟ الضعيف. وتلك لحوم، أي لحوم المؤذنين، حرمها الله على النار
لحوم المؤذنين، وتلك لحوم حرمها الله على النار، لحوم المؤذنين. إذن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغزو جماعة إلا بعد أن يكمن قبل الفجر، فإذا أذنوا للفجر لا يهاجمهم، إن لم يؤذنوا معنى ذلك أنهم غير مسلمين. وهذا طبعا تركيز أنه نعين الضعفاء لتكون حاجز بين المصلين وبين الإمام، يعني ما لهوش قيمة، ما لهوش احترام يكون، وإلى غير ذلك من الأمور. من علامات الساعة أيها الإخوة والأخوات ترك تحية المسجد. احنا اليوم عن المساجد، أن يدخل الرجل المسجد نفتح ديوان لا نصلي ركعتين، كل واحد بيبدأ الآن نتكلم نص ساعة ولا نركع ركعتين سنة تحية المسجد. وهي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو على المنبر يوم جمعة، دخل أحد الصحابة فجلس، قال له قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا تطيلش، ركعتين خفيفات. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في طول المسجد وعرضه لا يصلي فيه ركعتين. هاي القضية الأولى. إذا بدخل المسجد طول عرض داخل بيقصر فيه، لكنه لا يصلي ركعتين سنة تحية المسجد، وأن لا يسلم إلا على من يعرف. السلام على المعرفة، بعرفه السلام عليكم، ما بعرفوش بخلي حالي مش شايف، ما عنديش استعداد أن أسلم. وأن يبرد الصبي الشيخ. معنى يبرد يعني الصبي يقول للشيخ الكبير، الرجل الكبير المراسل بلغتنا، روح جيب لي كذا، روح سوي لي كاسة شاي، وروح الآن ودي لي هذا إلى مكان كذا. الصغير يأمر على الكبير، هذا كما ورد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. إذن إخواننا، أن المساجد بيوت الله، تحيتها أن نصلي ركعتين، وتحية الكعبة المشرفة أن نطوف 7، لأنه لا تحية للكعبة بركعتين. تحية البيت الطواف. ورحم الله إمامنا الشيرازي، أحد أعظم علماء مذهب الإمام الشافعي، له كتاب المهذب اللي مشروح الآن، اللي كل الفقه الشافعي إلى درجة بيعتمد عليه. الإمام الشيرازي ذهب إلى بيت الله الحرام وصلى ركعتين تحية المسجد، وإذا بجارية لحظته وهو يصلي ركعتين، بعد ما كمل الركعتين قالت له: يا هذا، لأنه ما بتعرف اسمه، بتعرفش منين هو، بتقول له: إن تحية البيت الطواف. البيت ما له ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد الكعبة المشرفة الطواف. قال لها: من أين عرفت ذلك؟ قالت: من كتاب المهذب للشيرازي، وهو صاحب الكتاب الذي ألف هذا الكتاب، لكن طبعا نتيجة النسيان وإلى غير ذلك من الأمور. أيها الإخوة والأخوات، من علامات الساعة تطويل خطبة الجمعة. تطويل خطبة الجمعة. خطبة الجمعة تأخذ ساعة، ساعتين. مرت في فترات معينة كان بعض الأئمة والخلفاء فيما مضى من يستمر بخطبة الجمعة حتى تدخل الصلاة، يعني الوقت الثاني. الآن عندنا بعض الخطباء بيخطب ساعة، ساعة ونص. اتصور هذا الرجل اللي بيخطب الآن ساعة ولا ساعة ونص، كم واحد من كبار السن معه سكري، ضغط، غير قادر، مريض، واحد صاحب حاجة، واحد الآن مسافر إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إنكم في زمان الصلاة فيه طويلة والخطبة فيه قصيرة. وأتمنى لو رجعنا إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناها موجزة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على المنبر يقول: أيها الناس اتقوا اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطب قصيرة جدا، لكن هنا بيقول الصلاة فيه طويلة بزمن النبي عليه السلام، والخطبة فيه قصيرة، وعلماؤه كثير. بزمن النبي والصحابة آلاف العلماء، الفقهاء،
المحدثين علماء، وخطباؤه قليل، لكن العلماء كثر. وسيأتي على الناس زمان اللي احنا فيه الصلاة فيه قصيرة، ومرت علينا سنوات بصلاة التراويح بنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى بهوي، الرحمن بركعة، علم القرآن بركعة، خلق الإنسان بركعة. هذه مرت علينا فترات على السريع. فالصلاة والخطبة هنا الصلاة فيه قصيرة الآن، والخطبة فيه طويلة، تعطيك ساعة كاملة. الناس قسم كبير يتضايقون، خطباؤه كثير اللي بدك إياه، وعلماؤه قليل. واليوم حتى صارت عندنا خطب مكتوبة. دول عربية موجود الآن، دول عربية تكتب خطبة الجمعة مكتوبة الآن للإمام للخطيب، والمسجل في جيبة الخطيب، مجرد ما يصعد على المنبر لازم الآن يسجل خطبته. وفي يوم السبت ينتقل هذا الرجل مباشرة، ينتقل إلى مديرية الأوقاف أو مكتب الأوقاف ليسلمهم الشريط الذي سجل عليه الخطبة. يعني بتم خطبة موحدة، خطبة كما يشاء المسؤول. يعني مش الخطيب والله في منطقة فيها مشكلة نريد أن نعالج هذه المشكلة، وفي منطقة مشكلة أخرى لا، احنا بدناها عبارة يعني نسخة واحدة، نسخة كربون. وعلماؤه قليل. انظر إلى حديث آخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، ما بيعرفوش الحلال والحرام. ليش عندنا فقهاء؟ مرت عندنا حالات كثيرة جدا. كثير قراءه، الآن الكل بيقرأ، تحفظ فيه حروف القرآن، نقرأ عن حاضر، وتضيع حدوده الحلال والحرام. من مر الآن ولا يغتب بعضكم بعضا ونازلين من شرح ببعض. في بنقرأ الآية ولا تجسسوا، ما شاء الله. بتقرأ ولا تقربوا الزنا وإذا واقعين بالحرام. لا تأكلوا الربا وإذا هو يغوص في الربا. إنما الخمر والميسر وإذا هو بالخمر والميسر. هذا الآن وتضيع حدوده، يعني لا نقف عند حدود الله عز وجل، وهذه مصيبة. كثير من يسأل قليل من يعطي. هذا بتحتمل معنيين، اللي هو كثير من يسأل أسئلة وما فيش عندنا فقهاء اللي علموا اللي يفتوا، مش ملاقين حدا يفتي. أو كثير من يسأل الله يا محسنين وقليل من يعطي. ولذلك شوفوا كثير من يسأل الآن قديش عندنا شحادين. عندنا الآن متخصصين، أصبحت عندنا عمليات تخصص، الإشارات الضوئية، الشوارع، البيوت، الآن الباصات، السيارات. كثير من هؤلاء الذين يتسولون في الطرقات، أقل واحد رجل أو امرأة صغير يعود ب20 دينار، يعني 20 ب30 راتبه أكثر من راتب موظفين 2. هذا يوميا، معدل شهريا لا تقل شهريته عن 500-600 دينار. كثير من يسأل، كلها صارت الآن بدأت يعني عبارة عن مهنة، عن صنعة من الصنعات، وقسم الآن قد يحصل ملايين بهذه الطريقة، بهذه الطرق. لذلك أنا بذكر، ما زلت أذكر في السبعينات واحدة باحثة عندنا هنا في الأردن سوت عملية دراسة تقول طيب لماذا الآن هؤلاء المتسولون لو قلنا لهم تعال أنا بدي أصرف عليك ما برضوش، حتى أوظفك ما برضى. فلبست ملابس متسولة وجلست في أحد طرقات عمان. هذا سنة 78 جمعت 79 دينار في ذلك اليوم. احنا كنا خريجين جامعات جدد، كان راتبنا 71 دينار، يعني بيوم واحد كان ما جمعته أكثر من راتب شهر. هذا حديث النبي عليه السلام: كثير من يسأل قليل من يعطي. يطيلون فيه الخطبة ويقصرون أو يقصرون الصلاة مختصرة. يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، اللي بحكم الهوى. يعني على التلفون اخطب لنا عن كذا، حاضر أمرك سيدي. الهوى، شفنا شغلة مناسبة على طول أرضي فلان حتى يرضى عني، حتى أستمر، حتى الأهواء. وكما نعلم أن خطيب الجمعة هو يوقع عن الله عز وجل.
العالم والمفتي يوقع عن الله عز وجل. أنا لما بدي أقول قال الله، لما بدي أخطب بالناس، أنا مطلوب مني أن أبين، أن أعلم الناس أنه هذا هو حكم الله عز وجل. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث آخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل. الدليل على أن الرجل فقيه أن يقصر الخطبة، أن يطول الصلاة. قصر الخطبة، أنا باستطاعتي الآن خطبة الجمعة نضع مجموعة من الأفكار التي أريد أن أوصلها إلى الناس خلال ربع ساعة، ولذلك الأصل ألا تزيد عن ثلث ساعة خطبة الجمعة. باستطاعتنا أن نضع جلسات علمية أن نعلم الناس. أما خطبة الجمعة إذا وضعنا العناصر الأساسية التي أريد أن أوصلها، باستطاعتي أن أوصلها ب10 دقائق، بخلال ربع ساعة، خلال 20 دقيقة الحد الأعلى، باستطاعتي أن أوصل هذه الأمور إلى أصحابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا، وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة. الصلاة تعتبر قصيرة، وإطالة الصلاة. إذن هذا من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المساجد للدنيا. المسجد نظافة. المسجد الآن وظيفتنا أن نتكلم داخل المسجد عن أمور الدنيا، عن الزراعة، عن الصناعة، عن التجارة، عن الأبناء، عن البنات، عن مشاكل المجتمع. احنا معروف أنه المسجد إذا كان الهدف أن نعالج مشكلة لا مانع من ذلك، لكن لا، هناك فراغ، فيش عنده شغلة يقوم فيها. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقات، 5 هون، 10 هون، 15 هناك، كل مجموعة بيتكلموا لحال، يعني عبارة عن ديوان من الدواوين. إمامهم الدنيا. وهذا اللي هنا اللي بيهمنا، إمامهم عن إيش بيتكلموا داخل المساجد. يا ريت فاتحين الآن القرآن كل واحد يقرأ صفحة حتى نصحح لبعضنا. يا ريت فاتحين كتاب علم الآن نقرأ بهذا الكتاب في المسجد. واحد بيعلم الآن، لا، إمامهم الدنيا، الزراعة، تجارة، الدنيا، الراتب، زاد، نقص، إلى غير ذلك، إمامهم الدنيا. فلا تجالسوهم، حديث النبي: فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، لأنهم طلاب دنيا، وبيوت الله لا تصلح إلا لطاعة الله. ألم يأتي الأعرابي إلى بيت من بيوت الله بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعرابي بدوي عايش في صحراء، ما عندهوش ثقافة، ما عندهوش حضارة، عنده قسوة، عنده جفاء. هذا الرجل دخل إلى المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقام فبال داخل المسجد النبوي، فقام له الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوه، اتركوه. لما كمل قال له لواحد من الصحابة: اذهب فأتي بذنوب، يعني دلو ماء، أريقوه مكان ما بول، رمل كان مش مكيت. ثم ناداه فقال له: يا أخ العرب، إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا، إنما التسبيح، هذه البيوت بيوت الله، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، قراءة قرآن، علم. هذا البدوي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأريحية قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا. لأنه كل الصحابة كانوا ضايقوا من هذا المنظر، من هذا الموقف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، الذي هو أرحم بنا من أنفسنا، فعفى عنه وعلمه وهذبه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة التي نتمنى على جميع الدعاء أن يكونوا ضمن هذه الأمور. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أعرابي، لقد حجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. اسمعوا أيها الأخوة والأخوات إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال ليلتين، هي وضحناها، انتفاخ الأهلة،
وأن تتخذ المساجد طرقا. نبدأ ندخل من الباب وبنخرج من الجهة الثانية. أن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة، وهذا راح نتكلم عنها في حلقات قادمة. الجلطات، إلى الآن الواحد قاعد بمكتبه إنا لله وإنا إليه راجعون، سايق السيارة جلطة، الآن على مستوى بضحك جلطة، بقضية من ماشي بالشارع جلطة، من علامات الساعة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، وأن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وأن تتجر المرأة والرجل جميعا. المرأة تاجر، المرأة هي البياعة، المرأة اللي بتقعد كل يوم بتسمع 500 تعليقة، المرأة اللي بيدخل عليها 100 أزعر، المرأة الآن اللي تهان. احنا كنا زمان نتكلم عن أمريكا لما تسووا عملية الآن دعاية لسلة من سلات المهملات، كانوا يحطوا امرأة، يجيبوا فتاة جميلة يدخلوها بسلة زبالة، بعد شوي وإذا مطلع راسها، على أساس تسوق نشتري سلة زبالة، نشتري شغلة معينة، أن تتجر المرأة مع زوجها. وهذا ما نلاحظه الآن. شوف قديش عندنا نسبة الآن النساء اللي بيجلسن في المتاجر في المحلات التجارية، وهذه مصيبة من المصائب، أنا بعتبرها تعتبر مصيبة من المصائب. المرأة لها مجالات معينة، نحن نريد أن تكون مدرسة وأن تكون طبيبة وأن تكون ممرضة في أماكن، لكن أن نضعها في الأسواق أنا بعتبر هذا تعتبر ليست حضارية في هذا الشيء. وأن تتجر المرأة والرجل جميعا، وأن تغلو النساء والخيل جميعا ثم ترخص فلا تغلو أبدا. مرت فترات المرأة عندنا في الإسلام جوهرة، والجوهرة توضع في أكثر من إناء. الجوهرة اللي عنده ذهب الآن بنحطها في صندوق، الصندوق الصغير الآن ملفوف بخرقة من الخرق الحرير زمان، واليوم بخرقة ناعمة، نضعها بصندوق، الصندوق بنضعها في مكان آخر ثالث رابع، لأنها يعني جوهرة. وهنا كانت المرأة جوهرة، لكن انظر الآن كيف رخصت المرأة. طبعا اللي أرخص السلوك الانحراف، لما المرأة تقف على قارعة الطريق تعرض بنفسها بثمن بخس، ب10 دنانير، ب5 دنانير، ألا تعتبر رخيصة؟ ألا تعتبر والله الدابة؟ أعلى مرتبة من هذه النوعيات التي تقف على قارعة الطرق لتعرض الزنا، لتعرض الرذيلة، وراح نتكلم عنها في حلقة كاملة حول هذا الموضوع. ثم ترخص فلا تغلو أبدا. طبعا الخيل لأنها كانت أداة الحرب، والآن مضى الحرب على الخيل إلى درجة ما، فلذلك ترخص قيمتها. بينما لو كان في ما في التطور العلمي، الدبابات والطائرات، لوجدت الآن على كثرة الناس الخيل بتجيب بحاجة إلى آلاف مؤلفة. اسمعوا إلى حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحتى تتخذ المساجد طرقا فلا يسجد لله فيها. يعني بدخل من الطريق من المسجد بفوت وبطلع لكن ما بصليش. هذا موجود الآن في حالات في بعض المناطق. وحتى يبعث الغلام الشيخ بريدا بين الأفقين، الأفقين المسافة الطويلة، يعني بين عمان والزرقاء، من جبل إلى جبل في عمان. الآن روح يقول له روح سوي لي كذا، روح اغسل لي السيارة، روح جيب لي شاي، روح جيب لي أكل. مين اللي بيروح؟ الولد الصغير اللي عمره أو في حالات معينة الموظف الجديد اللي عمره 20 سنة الآن يتأمر على رجل أكبر من أبيه. هذا أخبرنا النبي عليه السلام. وحتى يبلغ التاجر بين الأفقين فلا يجد ربحا. هذا في حالات الكساد الأسواق. ومرت في حالات كساد أسواق أثناء الحروب، أثناء المعارك، أثناء الهزات الاقتصادية. وتصور الآن الهزة الاقتصادية اللي ضربت أمريكا واللي ضربت أوروبا، الهزات اللي ضربت الدول الربوية، كم خسرت الدول العربية اللي وضعت أرصدتها بأمريكا. بلحظة من اللحظات كم خسرت بعض الدول العربية، خسرت 50% من احتياطها، من رصيدها اللي كان،
كل وضعناه في أمريكا وفي العالم الغربي، وشعوبنا وبلادنا العربية والإسلامية تئن من الفقر وإلى غير ذلك من الأمور. أيها الإخوة والأخوات، من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم إماتة الصلوات وعدم الخشوع في الصلاة. السريع، نصلي ركعتين على السريع، 4 ركعات، لا نحسن ركوع، لا سجود، لا قراءة، لا اطمئنان. وكما ورد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة المكتوبة فلا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا اطمئنانها، فترفع إلى السماء فتلف كما يلف الثوب الخلق الخربان، فترمى في وجه صاحبها وتقول له ضيعتني ضيعك الله. ولذلك القرآن قال والذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة أن نصلي صلاة مودع. الصحابة الذين كانوا يصلون إذا أراد أحدهم أن يجري عملية جراحية قبل أن تخرج التخدير وإلى غير ذلك كان يقول إذا قمت إلى الصلاة فابتروا قدمي، استخرجوا السهم الموجود في جسدي، لأنه ينتقل من عالم المحسوس إلى عالم اللا محسوس إلى الآخرة. الآن يناجي الله عز وجل أرحنا بها يا بلال. فلذلك إخواننا أنه من علامات الساعة قسم كبير من المسلمين أن يترك الصلاة، وإذا صلى لا يخشع في صلاته. انظر الآن كم عندنا نسبة الذين يصلون في جامعاتنا الأردنية. انظر الآن كم نسبة الذين يصلون. حقيقة أيها الأخوة هذه بحاجة إلى مزيد من التفصيل، وقد نعطي بعض الإحصائيات في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، إلى لقائنا القادم نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.